ولك خيس نيدس تعال ليه، والله تعبت والله مليت بس من غسل المواعين. تدرين شغل البيت كله يخلص إلا هذا الشغل ما يخلص. أطب الصبح على القماعين، أطب الظهر على القماعين، طبخت انفخت صار المواعين، وحتى من أنام أحلم بالمواعين. يا هلا وغلا بكل متابعيني، شلونكم شو أخباركم؟ رجعت لكم بفيديو مليان تحفيز، غسل مواعين، غسل ملابس، وشي أكيد فيديونا ما يخلى من القهوة، صرت مدمنة عليها. طبعا هاي مو قهوة اليوم غيرت لأن مليانة، شفتوا حتى الواحد من ياكل ويشرب هم يمل الأكلة والشربة اللي يشربها. ما عليكم بالسحق لأن ما أعرف ليش من أريد أمنتج فيديو قصير الساحق يقوم شقلكم بالجملة. أنا سويت لي نسكافيه ورشيت عليه شوية كاكاو باودر انطاني هذا اللون الحلو. وين توجهت؟ نقعت المواعين وبوجهي للغسالة، غسل ملابس المدرسة وملابس زوجي اللي يكونن بيض. فأنا حبايب شقلكم وش أحكي لكم، معاناة كل أم بيت عراقية أو عربية، ترى الروتين في كل مكان، الطبخ والنفخ والتنظيف ورانا يا نساء. أنا حبايب شغلت الغسالة همزين، طبعا هاي خيتي والله العظيم. إذا يكون عندك جهاز يكون إيدك اليمين بالبيت مثل غسالة تغسل وتشطف، مثل غسالة المواعين، وين النادر واللي يفزعنا ويقول عد عيناك هاي غسالة مواعين بعد ما تغسلين بدياناتك، لا هاي وين بس بأبرة كدابرة. طبعا قصة إحدى الصديقات تقول يا ماسة تعبت ومليت من شغل البيت، روتين ما يخلص، أنام وأقعد وأنا أشتغل، حتى من أنام أحلم بالشغل. يا عمري ترى كل إحنا على هاي الحالة، مو بس أنتي. من الليل بنحط راسنا على المخدة، يا باكر شنو أطبخ، باكر شنو أغسل، شنو عندي يحتاج غسل، شنو يحتاج تنظيف. وبصراحة من أفكر بيهن أحس بطاقة إنه أنا بما إنه خليت خطة باكر يومي يخلص بكل سهولة. بس إذا تغيرت الأمور، إجاش خطار أو صار لا سمح الله شي عندك أو زوجك طلب غير أكله، راح تتخربط كل الخطة ويصير وقتك طويل عليك. خيتنا وصديقتنا تقول طلبت من زوجي غسالة مواعين، يا سبحان الله كل النساء تريد هاي غسالة المواعين بس ما تحصل عليها بسهولة. تقول وقلت له أريد غسالة أوتوماتيك لأن أنا ما لحق، عندي 6 أطفال، منا أغسل ملابس وأشطف وجانا البرد، من أنا غسل المواعين اللي ما ينتهي. والله مليت حتى هملت نفسي من ورا شغل البيت. تقول باوع لي زوجي وابتسم ابتسامة وقال يصير خير يا أم جهالي، من أرجع بالليل نتفاهم بهذا الموضوع. تقول وراح توكل المكان اللي رايح له، وأنا كنت منتظرة على نار يرجع زوجي ويوافق يجيب لي غسالة ويجيب لي غسالة مواعين، يبقى عندي بس الطبخ والتنظيف وتربية الأطفال. الغسالة تغسل الملابس وغسالة تغسل المواعين، شنو يكون عندي بعد؟ لحد ما أشوف حاجة أنا هم محتاجتها هم أفتح الموضوع وياه وأقول له بيها. تقول كنت كلش فرحانة. أما أنا حبايب سبحان الله أكوابتي كلها راحن انقضى عليهن. وفي شكل وحدة عجوزية يومي أقول أريد أروح للسوق أجيب لي حاجات هاي محتاجتهن للبيت وأجيب لي كواب مال شاي. والله يا بنات سبحان الله يخلص الوقت برمشة عين مالت النهار، فأقرر أتركها لغير مرة. فأنا حبايب نكمل سالفتنا. تقول إجا زوجي بالليل وأنا كنت فرحانة منتظرة يجي وأقول له أريد هذا وأريد ذاك. تقول حطيت له العشاء وقعدت وضحكيت وسويت له صينية السعادة نمنميات وهاي السوالف وحكاية منا وحكاية مناك، وقلت له ها شو تقول يا أبو فلان، شو تقول يا العزيز؟ رد علي وقال لي أقول لك أنت عزيزة عندي بس خلي أقول لك حكاية، أنا أريدك يوم تطبخين يوم ما تطبخين، مو بس ما تغسلين مواعين وما تغسلين ملابس. قلت له يا هاي شلون، شنو تجيب لي طباخة تطبخ؟ يقول ضحك وقال لي لا أنا راح أجيب لك شريكة تساعدك بشغل البيت، يوم انت تطبخين يوم هي تطبخ، وهم تساعدك بتربية الأولاد والبيت يوم عليك يوم عليها. شو تقولين؟ تقول هنا تفرفحت تفرفح. وقلت له شلك بهالسالفة منين طلعت؟ قال لي والله رحت لأمي وحاكيتها وقلت لها فلانة تريد غسالة مواعين وغسالة ملابس. ردت علي وقالت لي شلكم بهالتعب وهالمصاريف، جيب لها شريكة يما، مرتك تعبانة من شغل البيت وانت متعبها، الشريكة هي اللي تساعدها وتقوم بكل واجباتها وهي خليها تلزم تليفونها وتقعد. تقول قلت لي لا أريد غسالة ولا أريد وحدة تساعدني وأنا شبيه كل شو ما بيه. وتقولوا من هذاك اليوم لهذا اليوم قمت أقعد الساعة 6 الصبح أخلص شغل البيت كله، ومن يجي من شغله أبد ما تون وأقول تعبت. يقول يباوع لي ويضحك. تقول قلت له شبيك تضحك؟ تقول ضحك وقال والله أمي كانت صادقة، قالت بس تجيب طار الشريكة قدام مرتك راح تشتغل مثل الساعة وأبد ما تعطل ولا تتوقف ولا راح تشكي من ألم أو تعب. فأنا حبايب سمعت قصة صديقتنا، الله عليكم شنو رايكم بذكاء عمتها؟
طبعا أمهات قبل والله عقلهن كارثة. عم الدنيا قامت تخوف ماي حار ولبسن جفيفات وغسن وماعينشن، ولا تتونون لما تقولن ما بينا وتعبانات. ها الدنيا صارت تخوف، وجويسن بس يروح يقول لأمه، أمه تشور عليه وتحطه براسه، يما جيبي لمريتك شريكة. فنانا حبايب، باي باي، التقيكم بفيديو جديد. خلص فيديونا.